السلام عليكم أعزائي. اليوم عندنا أكلة بالباذنجان. طبعا المكونات اللي نحتاجهن: بصل، لاحظوا راس بصل أنا فرمته ناعم، وعندنا هنا ثوم 3 حبات ثوم كبار هرستهن، وعندنا خاشوقة معجون، وهنا عندنا الباذنجان، والحوارات اللي عندنا طبعا كركم، بهارات، فلفل اسود وملح. الملح والفلفل الاسود حسب الرغبة. عندنا الكركم خاشوقة مال شاي، والبهارات هم خاشوقة مال شاي. هسه شو نسوي؟ ناخذ صينية مال فرن ونحط عليها فويل. طبعا هذا الباذنجان كون ينشوي. هسه عندكم منقلة، بالمنقلة ماكو منقلة اي شيء تشوون، اي فرن عندكم تشوون بيه. الباذنجان كبار يريد له شوية احسن من الصغار. هاي ليش هيك نسوي؟ لان هسه نريد ندهنه وندب عليه شوية بهارات ونخليه بالفرن حتى ينشوي. هسه هذا الباذنجان انا كله دهنته. هسه نرش عليه شويه ملح، مو هوايه، قليل، يعني بعدين بالاكل نريد نرش. هسه فلفل اسود وشويه بهارات. طبعا بعد ما الباذنجان قصصناه دهناه شويه، وضفنا عليه شويه ملح وفلفل اسود رشينا عليه، وشويه من البهارات المخلوطه. هسه هذا نخليه بالفرن لما ينشوي. الباذنجان خليناه بالفرن على درجه 180 تقريبا طول ساعه. هسه ناخذه، لاحظوا هسه نطلع بالخاشوقه، نطلعه. هسه جينا للبصل نحمسه على ما يحمس البصل. هذا الباذنجان عندنا بالخاشوقة شوية نضغط عليه. طبعا اذا تردون بالهاون، بس هو ما يريد له لان هو مستوي بعد، ينمرد بساعة. نادبا عندنا البصل، هذا هم الثوم ندب عليه خاشوقة المعجون. عندنا باقي المكونات من الفلفل والكركم بني هم ندبهن عليه. هسه عندنا الباذنجان، طبعا احنا هسه عندنا طلعت ريحة الثوم. هسه نضيف له شوية ماي، نعصر عليه حموضة، نغطيه ونخليه 5 دقايق على النار. ان شاء الله تاكلوه بصحة وعافية وهنا.